الحل الوحيد لكل مشاكل نادي الزمالك. طبعا السبب الاول والاخير في المشاكل اللي احنا فيها دلوقتي هو مجلس الاداره، مجلس ضعيف ما بيفكرش، دايما بيحط دماغه في الرمل وبيستسلم لاي مشكله فيها نادي الزمالك، وبيشتغل ببطء شديد جدا في اي مشكله بتمر على نادي الزمالك. اما بقى الحل الوحيد، ابعد عن اي لاعب محترف. الفتره اللي احنا فيها دي نادي الزمالك ما يتعاقدش مع اي لعيب محترف، مش مستحمله لعيب محترف تاني، مش مستحمله لاعب محترف يقبض منك بالدولار. الدولار بقى صعب جدا وجوده داخل نادي الزمالك، انت مش هتقدر، فخليك صريح مع نفسك. دي البدايه. انت حتى اللعيبه اللي متعاقد معاها جديد برضه هتروح تشتكيك وهتسيبك وهتاخد عقدها بالكامل، زي في الفتره الاخيره سمعنا ان معالي هيعمل نفس اللي عمله صلاح مصدق. فانت ابعد عن اي لاعب محترف. اما بقى بالنسبه لمشاكل القيد اللي شاغله دماغ كل جمهور نادي الزمالك، كلها مبالغ ممكن نادي الزمالك يدفعها عشان يجيب صفقات في يناير، بس صفقات تكون واثق فيها كويس جدا. مفيش غير قضيه ساسي هي اللي بمبلغ كبير 500,000 دولار، ونادي الزمالك هيستأنف في المحكمه الفيدراليه، فدي ممكن تاخد لها من 3 ل 4 شهور، فالموضوع يتأجل شويه ان نادي الزمالك يدفع المبلغ ده. بس كده كده نادي الزمالك هيدفعه، بس المبلغ المطالب بيه نادي الزمالك يدفعه دلوقتي هو تقريبا من 250 ل 300,000 دولار. هي مجمل مشاكل نادي الزمالك كلها، قضيه جروس وقضيه مساعدين جوميز وقضيه جوميز، كلها قضايا بمبالغ قليله مش كبيره زي قضيه فرجاني ساسي. فانت الاول ادفع من دلوقتي، ادفع المبالغ اللي عليك دلوقتي. مجلس الاداره كلهم رجال اعمال، لازم يتحركوا ويدفعوا. زي ما بتستفادوا من الكرسي اللي انتوا عليه، لازم تدوا نادي الزمالك شويه. نادي الزمالك يستاهل كتير، وانتوا من اول يوم عارفين المشاكل دي، عشان جون ادوار يقدر يجيب صفقه او 2 في يناير تفيد نادي الزمالك داخل على الكونفدراليه. المراحل اللي بعد كده هتكون صعبه جدا جدا، وفرق تقيله هتقابلها. الوداد من الفرق الكبيره اللي معاك في البطوله، ففي فرق كبيره في الكونفدراليه لازم تكون قدها وتكون محضر ليها من دلوقتي. الصفقه اللي لازم نادي الزمالك يحارب عنها حامد حمدان، الراجل لسه جايب جون مع منتخب فلسطين، ملوش حل، لاعب يستاهل يدفع فيه من دلوقتي. ادفع الفلوس اللي انت مطالب بيها عشان وقف القيد، وبعد كده اتعاقد مع حامد حمدان وادفع فلوسه كاش، يستاهل. انت جبت لعيبه قبل كده ما تستاهلش وبتمشي منك وهتديها عقدها بالكامل، لكن واحد زي حامد حمدان لاعب كويس وهيفيدك وانت محتاجه، بدل ما يروح فرقه تانية ونرجع نندم عليه. ان شاء الله يكون اللي جاي احسن نادي الزمالك. مش عايز جمهور الزمالك يتشائم، احنا بس عشان فتره توقف والاخبار بتيجي من هنا ومن هنا، ومجلس الاداره بتاعنا نايم ما بيردش، وجون ادوار مش من عادته ان هو يطلع يتكلم ويدافع عن اللي هو بيعمله، فلازم نستحمل شويه. هو كده نادي الزمالك من اول يوم واحنا بنشجعه، وهو دايما في قضايا وفي مشاكل. ويا رب المجلس اللي موجود وجون ادوار يتصرفوا صح عشان مصلحه نادي الزمالك، عشان اللي جاي مش هيستحمل اي مشاكل زياده. كفايه مشاكل نادي الزمالك في اللي مكفيه.